الكلم الطيب كالشمس يشرق في الروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر العظيم المبارك. الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان ونحن بأتم صحة وعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين وأن يجعلنا سبحانه وتعالى فيه من الموفقين يا رب العالمين. واحدة من النعم الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينعم بها عليك إنك تحضر الشهر ده، وإن ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك من كل الناس وتحضر الشهر المبارك اللي هو شهر رمضان. الشهر الناس اللي تعبوا وجهزوا له كثير، الناس اللي اجتهدت وسألت الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم هذا الشهر، فأبلغهم الله سبحانه وتعالى هذا الشهر العظيم المبارك بنعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. ودي نعمة كبيرة يا إخواننا، محتاجة أن يشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى عليها. النبي عليه الصلاة والسلام خير أسوة لنا أيها الأحبة الكرام في أن نقتدي به في أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ملك من الملائكة أو كان الرسول حقنا من الجن وإحنا أصلا بشر، كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام لنا قدوة؟ فرحمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بشر فيسهل علينا أن نقتدي به. الآن الواحد سهل جدا إذا صاحب له زول يقتدي به، وموضوع القدوة ده من المواضيع المهمة جدا، إنه الإنسان يكون له قدوة ويكون له شخص يعني يتمثل به ويحاكيه ويقلده، ويكون بالنسبة له بمثابة النظير يشوفه قدامه. النبي عليه الصلاة والسلام كان خير قدوة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والصحابة ديل عليهم رضوان الله لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قدام أحبوا أفعاله فقلدوه وتأسوا به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة كأنما هو علامة وكأنما هو دليل يعني أمامهم، فيسهل عليهم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إخواننا، كيف برجل جلس مع الصحابة رضي الله عنهم ويوحى إليه عليه صلوات الله وتسليماته، فالصحابة يكونوا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام وينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. هل تغير النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي؟ بقى ما بيكلم ولا جاب له حشم وحرز معاه وكده وقال أنا يوحى لي وانتم ما يوحى لكم، انتوا قعدوا بيجاي، ولا الناس البيض بيجاي والناس السمر بيجاي، ولا الطوال بيجاي والقصار بيجاي، وميز بين الناس. لا، عليه صلوات الله جلس الجميع أمامه وعنده، حتى إذا دخل الأعرابي ووجد الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام سألهم، قال لهم من منكم محمد؟ كل الناس سواسية، كل الناس زي بعض. هذا هو القدوة، أن يكون مع الناس مساويا ومراعيا، فلا يزيد حق من لا يزيد عليه ولا ينقص حق من لا ينقص عليه. أيها الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام بقدوته لنا أسوة وبأسوته لنا قدوة، فنقتدي به ونتأسى عليه الصلاة والسلام. كيف لا ورسول الله عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من ربنا سبحانه وتعالى مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيسأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أهو الوحي أم الرأي؟ نحن يا رسول الله نحبك ونحترمك ونقدرك كمان، لكن هل هذا الأمر الذي أمرتنا به يعني رأي ممكن تسمع مننا ونسمع منك، أم هو وحي فنسمعه ولا نتناقش فيه؟ لأنهم يؤمنون إيمانا كاملا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أليس لنا رسول الله أسوة؟ أليس لنا رسول الله قدوة؟ والصحابة رضي الله عنهم كذلك أسوة وقدوة نقتدي بهم، فلنراجع قدواتنا أيها الكرام. وأيها الأحبة في الله، علينا أن نسعى لأن نجعل قدوة في حياتنا. أي واحد فينا لازم يكون عنده قدوة في حياته. هذا القدوة ينبغي أن تكون له ضوابط وأن تكون له يعني معالم سنبينها في حلقات أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين وموفقين أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلم الطيب كالشمس يشرق في